الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الأثمنة ديال الأغنام في السوق، وحل فيديو صغير على الحياة في البادية. بالنسبة للإخوان، الثمن ديال الغنم في السوق راه طالع بزاف، واخا مع الجفاف وهذه، ولكن راه الله المستعان، راه النعجة واصلة مع 10,000 درهم للفوق. راه النعجة مليحة خصك 10,000 درهم، ولكن عندها جوج خرفان مزيانين. ملي كتصدر 12,000 درهم، 13,000 درهم، 10,000 درهم، نعجة مزيانة عندها جوج خرفان تكون مزيانة. أما 6,000 درهم، 7,000 درهم، 8,000 درهم تقدر تكون عندها خروف، يقدر يكون عندها جوج خروفات على حسب. إيوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المطر قريب. وبالنسبة لهاد الخرفان اللي كتشوفوا دابا، نعطيكم غير مثال، هاد جوج اللي كتشوفوا دابا راسهم كحل، راه في السوق راه واصلين واحد 3000 درهم، راه واصلين واحد 3000 درهم. راه في هاد العام الله المستعان، راه ما اللي غيشري الكساب، ما اللي غيشري غتجي القاصحة. الكساب راه الله يحسن العوان، دابا تشري الخروف ب4000 درهم باش توجدو للعيد، بشحال خصك تبيعو؟ الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى غيث نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الحولي راه باقي دابا، في الحولي الغليظ راه واصل 5000 درهم، 4500 والفوق. 4500 كتجيب حولي صغير وصافي، أما خص الحولي غليظ راه 6000 الفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. هذه هي حياة البادية. اللي كتشوفوا هنايا هذا فول، هذا فول سبحان الله، بدا يعني كيدبال، سبحان الله، بدا كيدبال. عندنا الوقت تزيرت بزاف، الشتا ما طاحتش، راه الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى غيثا قريبا عاجلا قبل آجلا. نسأل الله. توا النادر اللي هنايا ديال التبن خبيزة هادي، لو كانت الشتا راه الخبيزة راه نايضة، دابا الشتا مكايناش. هذا الخرشف مشوك، هذا الخرشف كاين تا لهنا، كاين تا وحدة راه لهيه. كنحاول الإخوان أنني نقربكم أكثر للبادية. وبالنسبة لهاد الفلالس هادو راهم ماشي ديال الفقاصة، راهم محضنين، والغلم اللي وريتكم قبيلة راه ديال العم، وفقه الله، راه كسبها، اللهم بارك. باقي شي شوية ديال الثمن مزيان هي في المعيز، شي شوية تقدر أن الإنسان اللي عنده شي مناسبة وكيعجبو كياكل العنزي، راه يقدر أنه يشري العنزي، راه في الثمن شوية على الغلم. إخوان حياكم الله، ما تنساوش الإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة وشي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.